عايز تعرف انت ازاي بيضحك عليك كل يوم؟ كم مرة اشتريت حاجة وندمت بعدها وقلت هو انا ليه جبتها؟ لو حصل معاك ده يبقى لازم تكمل معايا للآخر عشان تعرف ده بيحصل ازاي. الإعلانات مش مجرد صور ومنتجات، دي مصممة علشان تلعب على مشاعرك. يوريك حد مبسوط لأنه اشترى موبايل، أو واحدة شكلها واثقة من نفسها أكتر علشان استعملت كريم تجميل، وانت من غير ما تحس تبدأ تقارن نفسك وتفكر يمكن أنا كمان محتاج ده. وهنا السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، هو أنا فعلا محتاج المنتج ده، ولا الإعلانات هي اللي خلتني أفتكر إني محتاجه؟ الإحصائيات بتقول إن 70% من قرارات الشراء معمولة بس علشان تأثير الإعلانات، مش إنك محتاجها فعلا. يعني ممكن تدفع آلاف في حاجة زي بيرفيوم بس في الآخر تكتشف إن حياتك ما اتغيرتش ولا حاجة. بص، الإعلانات هدفها الأساسي تبيع لك الوهم في صورة جميلة. لو عايز تبقى أذكى من اللي بيحصل ده، اسأل نفسك قبل ما تشتري أي حاجة، ده هيفرق في حياتي فعلا ولا لأ؟ ودلوقتي دورك تقول لي إمتى آخر مرة إعلان لعب على مشاعرك وخلاك تشتري حاجة أنت ما كنتش عايزها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية. سلام.